السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مفاجأة. ست البيت بيرهقها جدا المسحوق بتاع الغسالة بتاعتها. يعني لو عندك غسالة اوتوماتيك بتبقى محتاجة مسحوق اوتوماتيك مخصوص للغسالة، وما ينفعش تستخدمي معاها المسحوق العادي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل المسحوق الأوتوماتيك في البيت، وفي مادة اسمها أنتي فوم بتستخدم في صناعة المسحوق الأوتوماتيك. طبعا دي مش متوفرة عند بتوع المنظفات عشان نشتريها. هنقول ايه البديل عنها النهاردة اللي هنعالج بيها المسحوق بتاعنا علشان يكون زي المسحوق الأوتوماتيك بالظبط. تعالوا بقى نشوف المكونات والخطوات وطريقة عمل المسحوق مع بعض. ودي المكونات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل المسحوق الاوتوماتيك بتاعنا. تعالوا بقى نتعرف على المكونات بتاعتنا. كيس فانيش الوان، ده علشان ازالة البقع والتنظيف. ومعانا بقى بديل الانتي فوم اللي احنا قلنا عليه، ملح الليمون، ده علشان يزيد من التنظيف. ومعانا كمان الكربوناتو علشان يعالج لنا الرغوة بتاع المسحوق العادي. ومعانا صابونة، انا اخترتها كامي. انتي ممكن تختاريها اي نوع صابونة بتحبي الريحة بتاعته وما بتأثرش خالص لا في الغسالة ولا في الغسيل، يعني ما بتضرش. ومعانا كيلو مسحوق عادي، انا اخترت لكم نوع عادي خالص عشان اوريكم ان هي ممكن باقل التكلفة نعمل مسحوق اوتوماتيك. هنبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ هنقول الكيلو من المسحوق عايز ربع كيلو من الكربوناتو و3 معالق كبيرة من ملح الليمون. هي دي المقادير اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة هاخد الصابونة ابشرها وارجع بقى نشوف هنعمل الوصفة ونعمل المسحوق بتاعنا ازاي. وكده بعد ما بشرت الصابونة بتاعتي بصوا شكلها بقت عاملة ازاي وريحتها حلوة قوي. هي دي اللي احنا عايزينه من الصابونة، ان احنا ناخد الريحة بتاعتها والعطر بتاعها. حطينا عليها المسحوق العادي وهنحط عليها الفانيش وهنضيف الكربونات وكله لان هو ده ربع كيلو. وهناخد 3 معالق من ملح الليمون، 1 2 3، 3 معالق كبار مليانين. ونخلط المكونات كويس مع بعض. طيب كده ما بقاش شبه المسحوق الاوتوماتيك. علشان بقى نديله شكل المسحوق الاوتوماتيك نعمل ايه؟ هناخد شوية من المسحوق ونخلطهم ناعم، نفرمهم ناعم. بصوا بالشكل ده، شايفين؟ استنى هوريكم الفرق. ده كده لما خلطناه، وده كده اللي لسه زي ما هو ما خلطوش. بصوا كل حاجة باينة فيه، وقطع من الصابون دي ممكن تعمل لنا مشاكل مع الغسيل وقطع الصابون تلزق. نخلط بقى كله بالشكل ده. بصوا مسحوق اوتوماتيك بالظبط. عالجنا الرغوة، حطينا بديل الانتي فوم، وحطينا ريحة او معطر من الصابونة اللي احنا استخدمناها. كمان الفانيش هينضف معانا ويزيل البقع. يعني مسحوق كامل ينفع للغسالة بتاعتك من غير ما تقلقي خالص. لو انتي بتستخدمي اريال، برسيل، تايد، اي نوع تمشي معاه الوصفة وما بيتغيرش فيها حاجة خالص. طيب ليه احنا هنا فرمنا او خلطنا المكونات؟ اولا علشان بشر الصابون ما يلزقش في الهدوم، ثانيا علشان تاخدي المكونات كلها مختلطة ببعضها، فلما تاخدي مكيال من المسحوق يبقى كله واخد من نفس المواد اللي بتنظف من الفانيش والكربونات وملح الليمون والمسحوق ومن ريحة الصابونة. كمان علشان يبقى المسحوق بتاعنا شبه المسحوق الاوتوماتيك اللي بنشتريه بالظبط. طب انا فرمته ازاي؟ انا الخلاط بتاعي بشتري له شفشق تاني من نفس النوع بتاع الشفشق بتاعه. بخلي القديم اعمل فيه خلطات المنظفات زي كده، والجديد اللي انا اشتريته بخليه لاستخدام المطبخ بتاعي. لو انتي عندك كبة قديمة الخلاط بتاعك ممكن تشتري له شفشق، اي حاجة ينفع تفرمي فيها افرمي.
كمان الوصفة بتاعتنا دي بتستخدميها للأبيض وللألوان وللغوامق، مش بتأثر خالص في الألوان بتاع الغسيل ولا بتضر الغسيل. وده كان فيديو النهاردة، ويا ريت يكون عجبكم. لو عجبكم هستنى تنزلوا تحت الفيديو وتدوسوا لايك وتدوسوا مشاركة للفيديو وتعملوا شير عشان يوصل لأكتر من شخص. ولو حابة تشتركي في قناتي دوسي على زر اشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.